بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وش راكم؟ لاباس؟ راكم ملاح خياتي؟ اليوم ان شاء الله جيتكم بحلوة نتاع المعجون والجلجلان. تجي روعة روعة روعة، خفيفة وعندها واحد البنة كي تاكلوها ما شاء الله تاع المعجون، واقتصادية خياتي. نجوزوا مع بعض الطريقة مباشرة. وش عندي حباباتي في هذه الوصفة؟ عندي 3 حبات بيض مع بياض بيضاء، والصفا نخليه ندهن به الوجه تاع الحلوة تاعنا. نزيدو كاس صغير ربع سكر، نحركو هذاك السكر مع البيض مليح حتى يذوب لنا. نزيدو رشة صغيرة ملح، مغرف لافاني مغرف صغيرة. نحرك هاد المكونات. متبقاوش نجيب كاس تاع الزيت، عندنا كاس وربع زيت. نعاود نديرو كاس زيت، ونزيدو الربع، نحركوهم مليح نزيدو 3 مغارف كبار تاع المعجون. تحسوا بهذا المعجون كي تكونوا تاكلوا في لاباط روعه. نحركوهم مليح ونبداو حباباتي نضيفو في الفرينه. فوالا نجيبو دوك الفرينه تاعنا ونبداو نضيفو فيها غير بشويه. بسم الله. ونديرو معاها باكي ونص تاع خميره تاع الحلوه، وزن 10 غرامات، يعني يحب يقول نديرو 15 غرام تقريبا. بسم الله. نبداو نعجنوا العجينه تاعنا. بسم الله. تجي فيها هذاك الكول تاع المعجون، تجي روعه واقتصاديه، ما فيهاش بزاف طوال من القهوه تاع العصر ولا القهوه الفطور تاع الصباح. هاي العجينه اللي تحصلنا عليها. دوكا نجيبو الحله نبداو نفرشوها ونحلوها في. بسم الله. نحلو لاباط تاعنا خياتي ونديروها شويه خشينه باش كي تطلع لنا في الفوق تجي قيسها. هذاك هو. نجيبو المول تاعنا، هنا نطبعوها نديروها في السنيوه الطيب على 180 درجه. شوفوا خياتي هذاك المعجون اللي درناه لداخل يعطي لها واحد البنه روعه. دوكا واش ندير خياتي؟ نجيب مول صغير نديرو لداخل هايليك، فوالا، ونكمل نحيهم كامل. ودوكا خياتي نجيبو نديرو لهم هذاك الصفر تاع البيض اللي خليناه ندهنو كامل الوجه تاعها من الفوق هايليك. ونديرو لها الجلجلان هايليك، نكمل نوري هايليك، نديرو لها كاع الجلجلان من الفوق. هايليك الحلوه ديالنا بعد ما شكلناها ودرنا لها الجلجلان من الفوق. دوكا نديروها طيب على درجه حراره 180 درجه. هايليك النتيجه تاع الحلوه اللي درناها مع بعض، يعني جات بنينه روعه وريحه تاع الكونفيتور فيها ما شاء الله. جربوها حباباتي، ما تنسونيش بلايك واشتراك في القناه، وان شاء الله تنال اعجابكم وبالصحه والهنا.